الآن المنتخب المغربي بيلعب على المركز التاسع والعاشر حتى لو خسر بلد. والله إنك يا رجل العرب جبار، مدربنا العربي العنيف. وانتهت بسم الله يا الله إلى ركلات ترجيح، ليست ركلات الحظ. مخطئ من يقول لك ركلات الحظ. بدنا نطلب بلنتيات أول، بدنا ناخذ تلفيت أول، بدنا نسدد أول. رومان سايس راح لنفذ القرعة، نكسبها إن شاء الله. نسدد أول ونخفف العبء والضغط على لاعبينا. برجع بقول هي ليست 100%، هي 80%. يعني مثلا بالأمس كان استثناء، اليابان بدأت وخسرت لأنهم 3 لاعبين ضيعوا بلنتيات. شو نعمل لهم؟ ندخل نسجل عنهم يعني؟ بس المنطق من يسدد أولا يفوز. من كل 5 مرات 4 مرات بيفوز من يسدد أولا. يلا بوسكيتس رومان سايس. بالنسبة لي هذه معركة نحسم الأولى وناخذ القرعة. الحل هون بصير. هنا مبدأ الفوز يبدأ هون. طبعا اللي بيفوز بقرر يشوت أول ولا يختار الملعب. اوكي، يبدو انه فازت اسبانيا بالبلنتيات بالقرعة. راح بوسكيتس اختار الجول. حسب ما شفت انا بوسكيتس اختار المرمى، صح؟ اختار الجول. ما قد يكون فرط بموضوع اختيار الكرة. يا رب. حلو حنشوت أول. راح نشوت أول. يلا بسم الله يا الله. نشوت أول يا الله. الأخيرة. يلا يا أشرف. نسجل يا أشرف ونخلص ونصنع التاريخ مع بعض ونذهب إلى ربع نهائي كأس العالم ونحقق أفضل إنجاز عربي في التاريخ. إسبانيا للمرة الثانية على التوالي ستودع من دور 16 بعد مونديال روسيا. يا رب يا الله. الختام.